ازيكم يا شباب، السلام عليكم. النهاردة هنتكلم في الحلقة عن موضوع متردد كتير اليومين دول، وفي ناس كتير اتكلمت فيه، وهو بيتكلم عن ليفربول وقت ما كان تحت قيادة يورجن كلوب، وليفربول لما هو موجود دلوقتي حاليا تحت قيادة أرن سلوت. ايه الفرق ما بين الاتنين، وايه المميزات، وايه اللي خلى سلوت ناجح دلوقتي، وهل هو نجاحه ده لو قدر ياخد الدوري ودوري الأبطال هيبقى أفضل من كلوب ولا لأ؟ قبل ما نبدأ بقى ان شاء الله ما تنسوش قبل ما نبدأ كده تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب عشان نوصل لأكبر عدد من الجمهور ونقدر نطور محتوانا. دلوقتي احنا هنتكلم عن يورجن كلوب في الفترة اللي فيها مع ليفربول. طبعا هو عمل نجاحات كبيرة قوي على المستوى العالمي والأوروبي والمحلي مع ليفربول. كسب الدوري، دوري الأبطال، كأس العالم، الكاس، كاراباو كاب والكلام ده كله. كل البطولات المتاحة قدر يكسبها. طبعا اسلوب يورجن كلوب مبني على نظام الضغط العالي والضغط الشديد والضغط في كل منطقة في الملعب، ولدرجة اللي هو يقدر يجبر الخصم اللي قدامه اللي هو يغلط ويرتكب أخطاء عشان يقدر يفتك الكورة في أقرب فرصة وفي أسرع وقت ممكن وأقرب مكان للمرمى كمان. ماشي. وبيطبق الضغط العالي عند يورجن كلوب من بداية الماتش. الفرقة بتبقى دايما حركية سريعة بتجري، فيها شراسة، فيها حيوية. اللعبة لازم تكون معتمدة معاها على القوة البدنية والتركيز الذهني العالي، وتعتمد على الضغط المتواصل والهجمات المرتدة القاتلة مع خلق مساحات واستغلالها. ده كان الهيفي ميتال فوتبول او والجيجن بريسنج، الشغل اللي هو كان بيشتغله او فلسفة يورجن كلوب مع ليفربول، وقبلها كانت مع بروسيا دورتموند، بس كانت في قمتها مع ليفربول. هو بعض الارقام طبعا دلوقتي احنا في بعض الارقام اللي عملها يورجن كلوب مع ليفربول: الفوز 18 ماتش متتالي في الدوري سنة 2019 2020، وده كان رقم قياسي في البريمير ليج. عدم الخسارة في 21 مباراة متتالية على ملعب الأنفيلد. في موسمين وصل بيهم لنقط 97 و99 نقطة، أعلى من معظم المواسم التاريخية لأي فريق في البريمير ليج. دول الموسمين دول خد فيهم يعني في المركز الثاني وكده. البطولات مع يورجن كلوب: خد دوري ابطال 2019، دوري الانجليزي 2020 بعد غياب 30 سنة، كاس العالم للأندية 2019. طبعا احنا عارفين يورجن كلوب ليه طابع شخصي مميز كده، اللي هو بيتفاعل مع الجماهير بشكل كبير، ودايما عنده رياكشنات وحضور في قلب الملعب. حتى في فترات اللي هو كان بيتكلم اللي الاستاد عبارة عن مسرح كبير، وانت المفروض تأدي عشان تعمل شغل، عشان تعمل شو، عشان تمتع الناس. طبعا هو بيستغل الموضوع انفعالاته ده في اللي هو يعمل انفعالات تخلي الجماهير تتفاعل معاه، ودي كانت حاجة كويسة وخلت جماهير ليفربول تحبه بزيادة. طريقة لعب ليفربول مع كلوب كانت 4-3-3، بيلعب ب 2 جناحات وثلاثي قدام، بس هما مش رسميين، جناحين وراس حربة كده ثابتين. لا، الأجنحة عند في ليفربول مع كلوب كانت فيها لا مركزية. خط الأمامي كله كان فيه لا مركزية، ممكن صلاح يبقى مهاجم، ممكن ماني مهاجم، ممكن فيرمينو مهاجم. دول الثلاثي اللي كانوا موجودين وفعالين مع يورجن كلوب بشكل كبير. يورجن كلوب كان مدي الحرية للعيبة دي. حتى صلاح ما كان في روما وما قبل ليفربول كان جناح صريح ماسك الخط، بس في ليفربول لا، كان بيقدر يخش ويكسر ويخش المنطقة ويخش من عند سن 18 كده ويشوط، ولذلك كان فعاليته على المرمى كبيرة جدا بسبب أسلوب لعب يورجن كلوب. دلوقتي بقى هنيجي مع أرن سلوت، الحقبة الجديدة لنادي ليفربول مع المدرب الهولندي اللي عنده حسب رأيي أنا ووجهة نظري أنا طريقة لعب ممزوجة ما بين يورجن كلوب ضغط عالي وهجمات مرتدة، وجوارديولا واستحواذ كامل. فأرن سلوت بيستحوذ، بس ما بيستحوذ زي جوارديولا كده. جوارديولا ممكن ياخد ال90 دقيقة كلها استحواذ 70 80% 90%، ان شاء الله ما يديش الكرة للفرقة اللي قصاد. لكن سلوت لا، سلوت بيقسم الماتش على مراحل.
ممكن يبدأ مرحلة سايب الكورة للفريق اللي قدامه ويستقبل اللعب. بعد فترة تلاقيه بدأ يعمل ضغط متوسط. في الفترات معينة لما بيحس بالفرقة اللي قدامه خلاص او الماتش بقى في ايديه، بيقوم راح عامل ضغط عالي. هو اهم حاجة عند سلوت حسب برضو وجهة نظري اللي هو ما يخشش فيه جوال، ما يخشش في اهداف. دي مهمة جدا لان هو كان جاي وعارف اللي ليفربول كان في مشكلة كبيرة جدا في خط الدفاع. بيجيب جوان بس ما كانش بيعرف يحافظ على نظافة شباكه. لكن مع أرن سلوت الأهداف ما هيش بالكمية الكبيرة قوي زي اللي كانت موجودة مع يورجن كلوب مثلا، بس الأهداف المتلقاة أو اللي بيستقبلها أقل بكتير، لدرجة اللي هو حاليا أقوى دفاع موجود تقريبا في أوروبا، أقوى دفاع الدوري الإنجليزي، أقوى دفاع دوري أبطال أوروبا. أنت عاوز إيه تاني؟ بتكسب تقريبا كل ماتش، أول الدوري، أول دوري الأبطال، كسبان السيتي، كسبان الميلان، كسبان ريال مدريد، لايبزيج. كل الفرق دي انت كسبتها. وفرق تقيل وعندك باير ليفركوزن، مش لايبزيج سوري، باير ليفركوزن. باير ليفركوزن مع الونسو حاجة جبارة يعني. طيب ارن سلوت ارن سلوت بيعتمد في طريقة لعبه على 4-2-3-1. 4 مدافعين، 2 ارتكاز، 3 قدامهم الجناحين، 2 وصانع العاب وراس حربة وحيد قدام. فهو دايما بيعتمد على وجود صانع العاب في الفرقة. تاني حاجة، الاتنين اللي هما الارتكاز مش بالضرورة اللي هما يكونوا مدافعين، دايما بيبقى في واحد مدافع صرف، اللي هو كانت مشكلة في ليفربول واتوجدت في جرافنبرغ، والاتنين التانيين بيبقى عندهم حس هجومي. هو بيقدر يدور الكرة بنسبة كبيرة ويستخلص، وكورته حلوة وبيقف على الكرة كويس. اتنين بيهاجموا، واحد من الاتنين دول بيبدلوا مع بعض في واجبات دفاعية جنب الأساسي المدافع. اوكي، الأجنحة عنده بتطلع بتزيد، بس مش الاتنين مع بعض زي ما كان موجود في وقت يورجن كلوب، لا واحد والتاني موجود، يعني لازم يبقى فيه على الأقل 3 ورا. ماشي. دايما بيبني خطته، بيبني اسلوب لعبه على حسب الخصم المقابل له. ماشي، حسب الخصم المقابل له، ودي تعتبر مرونة تكتيكية كبيرة جدا. لان احنا كنا بنشوف مع يورجن كلوب كان في ضغط عالي ضغط عالي ضغط عالي من اول المباراة. الضغط العالي ده طبعا مع وجود حوالي 12 13 14 لعيب بطريقة يعني بكتير قوي تقدر تعتمد عليهم في تشكيلة ليفربول اللي انت تنافس بيهم على الدوري ودوري الابطال. ده كان بيعمل انهاك كبير جدا للعيبة. دلوقتي مع ارن سلوت هو بيعمل تقريبا 3 تغييرات في التشكيل كل ماتش، لاعب في خط الهجوم، لاعب في خط الوسط، لاعب في خط الدفاع. يعني بنلاحظ دايما صلاح اساسي، جرافنبرخ اساسي، عندك 2 قلبين دفاع او قلب دفاع اللي هو فان دايك ده اساسي. غير كده الباقي كله بيتغير. يعني هتلاقي عندك في ماتشات بيبدأ فيها بنونيز ولويس دياز وصلاح، بعدين تلاقي مغير نونيز منزل جاكبو، تلاقي مغير لويس دياز ومنزل نونيز مع جاكبو وصلاح، وهكذا. في خط النص هتلاقي كورتي جونز، عندك سوبوسلاي، ماكاليستر وجرافنبرخ اساسي. الثلاثه التانيين بتبدلوا مع بعض وجرافنبرخ اساسي. طيب في خط الدفاع احنا عندنا طبعا في تسيميكاس وفي روبرتسون بيبدلوا مع بعض، وارنولد شبه بنسبه كبيره بيبقى اساسي. ممكن ساعات لما يحب يريحه يبدله ببرادلي. صلاح طبعا لما بيجي يريحه او هو وجرافنبرخ بيبقى اثناء المباراه، سواء بإندو او بتبديل مهاجم، سواء اذا كان اللي موجود بره جرافنبرخ دياز نونيز بينزلوا وبدلوا صلاح. ده الشغل بتاع كلوب. طبعا المداوره اللي بيعملها ارن سلوت، المداوره اللي بيعملها ارن سلوت دي خلت في مرونه وفي نفس للعيبه داخل الملعب، في اللي هو بيقدروا يلعبوا مباريات كتيره متتاليه ورا بعضها وبيقدم نفس الطريقه، وتلاقي الفرقه واقفه على رجلها بشكل كبير. طبعا الاحصائيات طبعا بتاع سلوت متصدر الدوري لغايه الجوله 13 بفرق 9 نقط.
تاني أقوى هجوم ب26 هدف، أقوى دفاع ب8 أهداف فقط في 13 مباراة. غلب ميلان، ليفركوزن، ريال، متصدر مجموعته في دوري الأبطال. طبعا احنا قلنا الكلام ده كله. محمد صلاح أرقامه رائعة مع سلوت، 11 هدف في الدوري، هداف الفريق وفارق كبير قوي، هداف الفريق وتاني هداف هدافين الدوري، فرق كبير قوي. 7 تمريرات حاسمة، وده أكتر لاعب صانع أهداف موجود في الفريق، وتاني أكتر لاعب برضو صانع أهداف في الدوري الإنجليزي. صلاح لعب بشكل مختلف جدا مع سلوت. بدأ السنة دي بصراحة يكون لعبه اكتف من حيث صناعة الأهداف أكتر من التهديف، مع إنه بيسجل هو الهداف بتاع فرقته، بس تواجده دايما بيفكر في اللي هو يصنع لزمايله ويحرز أهداف، ودي خلته موجود في المواعيد الكبيرة، ودايما بينقذ الفرقة بتاعته. دايما هو المنقذ لفريق ليفربول هذا الموسم. ماشي. الموضوع بقى في الاخر اللي احنا مش هنقدر يا شباب نتكلم ونفرق ما بين ونقارن ما بين سلوت وكلوب. اولا هي المقارنة هتبقى مش مجدية وظلمة بصراحة، لان يورجن كلوب لما جه ليفربول كان ليفربول بصراحة مستوى كان واقع في ظروف مشاكل، فرقة ما كانت لسه متدهورة. الراجل جه بنى الفرقة وطور الفرقة وقعد سنين على ما قدر يحط عقيدته دي وفلسفته في اللعب داخل الفرقة، وجاب لعيبة تساعده على كده، فخد وقت كبير على ما وصل البيك بتاع ايه ليفربول وقمة المستوى. لكن سلوت ما جاش على فرقة واقعة، جه على فرقة واقفة على رجليها، عندها بعض المشاكل وده طبيعي في اختلاف اجيال واختلاف لعيبه، والفرقه تقريبا كلها اتغيرت ما عدا ارنولد واللي باقي، ارنولد وفان دايك واليسون وصلاح، الباقي كله اتغير. فما بقاش من الحارس القديم حد موجود دلوقتي غير زي قلنا صلاح، ارنولد، روبرتسون، فان دايك واليسون. 5 لعيبه من حوالي 14 لعيب كان بيعتمد عليهم يورجن كلوب. ال 14 لعيب الاساسيين، 14 او 15 لعيب. فالراجل جاي والفرقه واقفه على رجليها، عندها بعض مشاكل في خط الدفاع، عندها بعض مشاكل في خط النص اللي هو اللعيب الارتكاز، وربنا كرمه باعاده تمركزه واكتشاف نفسه من جديد في مركزه الجديد جرافنبرغ في مركز خط وسط المدافع اللي بيأدي فيه بصراحه من اول الموسم بطريقه ممتازه 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 ممتازه، وتفوق على نفسه بصراحه يعني. وسلوت ما ينفعش نقارنه بيورجن كلوب. يورجن كلوب أسطورة أسطورة أسطورة، راجل بنى الفرقة من الصفر تقريبا وخد دوري ودوري أبطال. لكن سلوت لو خد الدوري أو دوري الأبطال أو خدهم الاتنين السنة دي هيبقى فيه جزء كبير من التوفيق وجزء كبير من اللي عمله يورجن كلوب معاه ومع الفرقة. طيب ده كان رأيي بكل صراحة، يا ريت يعني ايه هسأل كام سؤال كده وتسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات وإجاباتكم. انتوا هتتوقعوا ان ان ارن سلوت يحقق نفس النجاحات او يتفوق على يورجن كلوب؟ طب هو ممكن يقدر يحقق الدوري ولا الدوري ودوري الابطال ولا دوري الابطال بس؟ يا ريت تشاركونا برأيكم في الكومنتات، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.